ما وزن الفنان في معادلة النفوذ؟ ولا شيء. هل انه الممثل باش يخدم لازم يسأل، لازم يدور من مخرج لمخرج، من سيناريست لسيناريست؟ وقت تطلب حقك تولي متهم. في تونس تطلب حقك تولي متهم. ولينا سامحني، ولينا نسمعوا بانسحاباتك اكثر من نسمعوا باعمالك. لا كان نحسب الحاجات اللي خدمتهم واللي عملتهم نلقى روحي انسحبت مره ولا مرتين ثلاثه. يعني واحد من الانستغرام يجيب نسبه مشاهده اكثر من كمال تواتي. ممثل يطلب نهاره مليون و900 ومليون ونص، واحد من الانستغرام جاي فرحان فرحا مسرورا باش يقف قدام الكاميرا يلقى بلاتفورم اخر خير من اللي عنده هو، حتى ب 100,000 يخدم وكان لازم يزيد يجعل. تحب نحكيو لوجيك؟ مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج هيتش عندك على قناة حكايات الناس. الحلقة هذه باش تكون حلقة استثنائية خاطر معنا ضيف استثنائي. ضيفنا اليوم إنسان جريء معروف بتصريحاته ومواقفه الجريئة. ضيفنا اليوم باش يكون الممثل منذر عويدات. عسلامة منذر. عسلامة شيماء، سافا؟ الحمد لله. الحمد لله. مرتاح معنا؟ مرتاح، ما خايف ندخل النار يعني. ليه جوك باهي؟ فرحوا بيك يا جماعة؟ حكاية الناس ونميمة مش تولي ابارامون اليوم انترفيو ولا حكاية الناس اليوم؟ لا انترفيو. مرحبا بك شيماء. عايش. هاتش عندك منذر عويدات في حكاية الناس؟ والله عندي طرف صرف. معليش وراق ما عنديش. جريء يا منذر، جريء برشا. فين جريء؟ شنو عامل؟ كيفاش جريء؟ جريء مواقفك، تصريحاتك. لا انسان، انت انسان صريح، سامحني في الكلمه، انت انسان ما تنفقش. كيفاش عرفت؟ شنو هو الشيء يخليك؟ انت غني عن التعريف، عدنا نعرفك. يظهر لي ديما كل ما ندخل الفيسبوك كل بوبليكاسيون الممثل منذر عويدات كذا كذا، تصريح ناري من قبل الممثل منذر عويدات. ما سموني منذر انسحاب يعني. لا هي باش نحكيو بعد على لا كان نحسب الحاجات اللي خدمتهم واللي عملتهم نلقى روحي انسحبت مره ولا مرتين ثلاثه يعني. مش مواقف هذيك راهو. وقت تطلب حقك تولي متهم. في تونس تطلب حقك تولي متهم. ولينا سامحني، ولينا نسمعوا بانسحاباتك اكثر من نسمعوا باعمالك. لا نسمعوا بك انسحابات قبل ما نسمعوا بك لك انت دخلت في العمل الفلاني. لا مش هكاك، مش صحيح. بدليل انه انا يمكن ظهرت في السينما اكثر من ظهرت في التلفزيون. التلفزيون ما كانتش حاجات كبيره، ما في السينما عندي حاجات اللي شرفوني برشا، حاجات مزيانه برشا. كيما انا بديت ساعه تجربتي بالاساس كانت مسرحيه، كنت صغير وقتها في النوادي في الاماتور. من بعد مشيت نعتبرها مدرسه بالحق، مدرسه في التكوين اللي هو حبيب غزال. من بعد مشيت مدرسه المعلم، مسرح تطبيقيه للمهن الدراميه اللي هي مدرسه محمد ادريس مسرح الوطني. ومن باراليل وقت اللي كنت انا في الفورماسيون كنت نشارك في اعمال ونشارك في حاجات. في السينما مثلا كانت لي اول تجربه هي مهمه جدا، وكانت بمثابه شوك تخليك تقعد راكز على ساقيك، تخليك تنجم كما نقولوها تدخل في حيط، اللي هي تجربه مع جون جاكانو فيلم اور نوار. وقتها كنا فرحانين انه باش نخدموا في فيلم فيه انطونيو بانديراس، ما كناش عندنا وعي انه شكون جون جاكانو هذاك، مخرج مهم في العالم. تجربه تعلمت منها برشا، ما تلهيتش حتى باش نسال وينو انطونيو بانديراس، على قد ما تلهيت اني باش نتعلم باش ناخذ برشا حاجات. كان معي وقتها لطفي الجزيري يرحمه هشام رستم، فما مصطفى السويسي، مراد بالناف. كنا خليط بين دي جون وبين اللي سبقونا واللي كانوا اقدم منا واكبر منا. تجربه مهمه. شخت برشا على السينما وقتها، ديما نحب نلقى روحي غادي. مشيت من بعد في كاتريام رول مع طيب لوحيشي، كان للاسف غير فيلم للطيب اللي هو روميرو بلو. بعد عملت تجارب مع مخرجين شبان في تونس اللي هما من عمري، لقيت معاهم سينما اخرى وهبله اخرى، كما علي الدين سليم، كما يوسف الشادبي، كما جميل نجار. اخر تجربه كانت لي في صاحبك راجل دو مع قيس شقير. زاد فيلم فانون، فيلم مهم برشا زاد بتاع جون كلود باغني. كنت انا وكنا توانسه مش برشا، كنت انا وجمال مداني وعبد القادر الدريدي ومصطفى عجنقي. تجربه كانت مهمه. كنا الحقيقه التوانسه ديما حاضرين روحنا. نعرف البلاد هذه ما تشجعش، ممثلين التوانسه اغنياء عن التعريف. الصح البلاد هذه ما تدزش معاك، ديما تكالي العجله تحط لك حجره قدام العجله. منذر عويدات لك
ما وزن الفنان في معادلة النفوذ؟ ولا شيء، ولا شيء قال، ولا شيء. نرجع منظر من الأول، وقت اللي كنت أماتور، كنت طفل صغير مغروم بالمسرح، مغروم بالسينما، شكون شجعك؟ شكون من عائلتك آمن بموهبتك؟ أول واحد شجعني هو منظر، ثاني واحد شجعني هو عويدات. جواب دبلوماسي. دبلوماسي لحد شيء. نقول لك حاجه، مش دبلوماسي قد ما انك انت وين تلقى روحك. انا كنت مثلا قراي وانا بليد شويه، نقلد ونتولد في الكلاس وكذا ودرا شنيا، واللي طردني واللي يقول لي برا نمشي اعمل مسرح. نقرا في نقرا مثلا سيتيام اني، كان فما كلوب تاع تياتر وبروف العربيه كان يهز في الممثلين. فهمت شنو معناها في بالي انا، ما نعرفش وقت عنده سبوت بيبليستي ولا شنو بالوجوه هو فيه، ما حبش يغوني انا. تقهرت انا وقتها وتقلقت برشا برشا معناها، ومشيت الخزنه دار، حبيت نعمل كلوب غادي، قالوا لي لا وكذا يلزم. جبت مجموعه وخذيت نفكر خذيت 10,000 من عند امي وخلصت على 4 اخرين معايا الاشتراك اللي كان بالفيل. يعني من وقت سامحني منظر، من وقت لي كلوب هذه سياسه البروفيل، وذا وجهه يعطي وذا وجهه ما يعطيش. امنت بروحي انا وانطلقت. الشيء اللي خلينا تو منظر سامحني ما نسمعوش بلي كاستينغ قاعده تصير، هل فعلا في تونس فما دي كاستينغ قاعده تصير على ارض الواقع، والا انه العمل وقت الكتابه نتاعو نكون انا نكتب في الرول بالذمه للممثل منذر عويدات؟ انا من شبه ما نسمعوش بالكاستينغ ونمن بالمحاباه، راه باش نكون واضح معاك. فماشي هذه نسمع ولا ما نسمعش توا ساعات، خاطر انا جربت مره دخلت في الكتابه ودخلت حتى في نيغوسياسيون تاع برودوي باش نبيعه، فما اللي بعته وفما اللي باش نبيعه وقتها. فهمت اني انا وقت نبدا نكتب فما دي بروفيل معينين يجوا قدامي بالحق. راه السيناريست عنده كاست يعمل، المخرج عنده كاست يعمل، فهمت. البرودكسيون عندها كاست زي منظر. ما هذا ما ينجمش ينفي لان احنا بالرسمي ما نسمعوش اللي هو فما كاستينغ. ماهيش دائره موسعه اللي تسمع بالكاستينغ. ما صحيح. يمكن الناس اللي ديما يسالوا ديما يبتبتوا، هل انه الممثل باش يخدم لازم يسال، لازم يدور من مخرج لمخرج، من سيناريست لسيناريست، هل فما عمل هل لا؟ فهمت. هي ظاهره متكرره هذيا بالحق، مش صدفه معناها. ديما البرودكسيون وقت اللي باش تلانسي الكاست الكونيكسيون تطيح، دونك ما يخلطوش في هبطوا بيبليكاسيون كل ولا غالب معناها. المشكله مش في البرود ولا في المخرج، المشكله في الكونيكسيون معناها. خاصة في الهجمه تو نتاع لي زانستغرامور ولي زانستغراموز. تحب نوضحوها الحكايه، خاطر يجيب نسبه مشاهده وجهه يبيع. نسبه مشاهده اللي يجيب حتى شيء. شنو معناها؟ معناها واحد من الانستغرام يجيب نسبه مشاهده اكثر من كامل تواتي، ولا اكثر من ياسين، ولا اكثر من احمد الاندلسي، ولا اكثر. انا ديجا نحن حكينا. لا تنقل لحظه سامحني، نحن قلنا ديجا خلينا سامحني جاوب. خلينا نقول تفضل. يجيب واحد من الانستغرام، ها تحب نقولوها بصريح العباره، علاش نعملوا في جويندوات؟ ولا ممثل يطلب نهاره مليون و900 ومليون ونص، واحد من الانستغرام جاي فرحان فرحا مسرورا باش يقف قدام الكاميرا، يلقى بلاتفورم اخر خير من اللي عنده هو، حتى ب 100,000 يخدم، كان لازم يزيد يجعل. تحب نحكيو لوجيك؟ ومعناها 2 سيكونس يتصوروا على 3 ايام وكوبي يعاود ويتعبهم وكذا. المهم ما يصرفوش. من بعد تشوف عرايس قصب موجوده، لا فما روح، لا فما ايموسيون، لا فما انرجي، لا فما ممثلين قاعده تلعب، فما حتى شيء. وشو وانا راني معاه لي ميساج الخايبين قاعدين يتعديوا لصغارنا، لانه فماش ممثلين. لان الممثل الحقيقي تجيب ممثل كونفيرمي، فما حاجات في النص يرفضهم، فما حاجات في الطرح يرفضهم، قلت ما نعملهمش هذوك، ما نقدمهمش، ما نعطيش للمجتمع حاجه كيما هكا. بار كونتر تجيب واحد انت معناها رابع كتاب ومدوبل في الكتاب ومعناها علاقته بالخلفيه وبالثقافه وبالوعي وبالمواقف كيما علاقته فوابي بالخمار. معناها ما تنجمش تطلب منه انه يقول كوبي راني باش نعمل كذا ونحي لي هذيك، يجيب على بعضه، خوه على ابوه. اما منظر صناع المحتوى عندهم برشا متابعين، برشا ناس يتبعوا فيهم، دونك ينجم هو كي يحكي على البرودوي هذيك البرودوي يتشاف. مانيش نحكي انا على الممثلين الاسماء الكبيره، معناها نحكي مثلا ممثل في بداياته ما يبيعش قد انستغرامور ولا انستغراموز. والله اجي نقول لك حاجه، الحكايه هذه هي من الاول تبدا. احنا ما عندناش صناعه، صحيح. كاش عندنا صناعه سامحني، رجوج يا اخي في جماعه بالانستغرام، حرقه في جماعه، في حرقه الساعه كل جماعه مسرح. الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. يعطيك الصحه، الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. اوكي،
تو قنوات كبيره، سامحني قصيت عليك، قنوات كبيره تراهن على جماعه الانستغرام. ما عندناش قنوات كبيره نحن، يعني بارابور للموجود، بارابور للسائد يعتبروا انفسهم كبار. هما قنوات كبيره في تونس راهو، هما اصغر ما فما في قريه في اتعس بلاد معناها. عطف بن حسين قال لي مش بشرطه في مسلسل باش نجيب واحد عامل تكوين مسرحي، فما فرق شاسع وواسع بين المسرح وبين التلفزيون. عاطف راهو يجي نقول لك، عاطف ممثل محلاه على الاخر، انا نحبه برشا عاطف، حتى في الدنيا من احسن ما تقابل. تبقى عاطف مش لابسه الجن العاشق، لابسه الجن البرودكسيون. هو معناها مش يحكي كممثل وقت، في اللحظه هذيك يحكي كبرودكتور. عاطف ولا يعرف البرودكسيون. اما مش موقف عاطف بارك، موقف شكون؟ فما برشا ناس برشا ممثلين يقول لك فما فرق شاسع بين المسرح وبين التلفزيون. هو مش شنو هو فرق شاسع؟ شنو معناها انا باش عندي مسلسل مش بشرط في التلفزيون في التنيسه. لا انا عندي مسلسل مش بشرطه باش نجيب واحد ولد مسرح. نجم انا شفت انسان اخر ماهوش ما عندوش معناها تكوين مسرحي ونشوفه ينجح في الرول هذاك خير من واحد عنده تكوين مسرحي. ربي يعين، ربي يعين. بدليل وقت اللي خدمة أعمال فيها ممثلين كونفيرمي قعدت في الذاكرة بتاعت الناس الكل، ونرجعوا حتى ليبوك واحنا صغار. احكي لي شنو هي الشيء اللي تعمل فيه هذايا؟ شنو؟ علاش هالخصام شنو هي حكايتك؟ شنو هي حكايتك البلاتوات، الانسحابات من لي بلاتو، التلفزيون؟ بالله تنوضحوا لك، باش نوضح لحظة بك، باش نوضح. شوف سامحني لحظة، أنا كل ما نلقى منذر عويدات إيجال انسحاب إيجال عركة مع فلان. السينما ما انسحبش في السينما مهما كانت الظروف. السينما احترموا كواليس السينما. باهي نحدد سؤالي أكثر. علاش انسحب؟ ما يصيرش خاطر السينما يحترم الممثل، دونك عمري ما انسحب، واللي خدمته سينما أكثر ما خدمته تلفزيون. التلفزيون تسمى مازلت ما عملتش كيما نحب أنا. تبقى انسحبت من واد البي. واد البي كان برشا تهاف، برشا ممثلين يحبوا يخدموا، يحبوا يحطوا وجهه قدام الكاميرا، ويحبوا كذا، وحق اي ممثل هذا انه يطمح يحب. لكن اتيحت الفرصه، كلمني وقت صادق الهلالي، قال لي منذر عندك رول تريز امبورتون كذا، حطيناه للمخرج ومنذر موجود معنا. اوكي تقابلنا، خذيت النص برودكسيون، صححت، كانوا كلهم اصدقائي من البرود للكيب. طلعنا القفصه، فرحان برشا عليه انا خاطر الاكس اللي انا فيه هو الاكس برينسيبال اللي هو الداموس، وكانت عندي قرابه 20 سيكونس ما بين 18 و20. كانت فما صوص المعالج في الاكس معناها وجيه جندوبي وجوج، فما شو اسمه داهش، محمد حسين قريع، قنواتي، يحيى الفايدي، محمد حماده، ياسين حثروبي، لما بنينا ومحلاه على الاخر. وعلاقتك باهيه مع الليكيب هذه الكل؟ لا اصحابي، احنا مواطنين اصحاب اصدقاء في الدنيا ونحبوا بعضنا، وبرشا تفدليك وبرشا ضحك. بقى انه فما انك تهز ممثل باش تمرمتوا هذيك ما قالش بي ربي هذايا. فما ممثلين تقبل ولا ما نقبلش. كيسكو سافو دير تمرمدوا؟ شنو تمرمدوا؟ تهز ممثل معناها كان عنده اوف معناها باش يقعد في الاوتيل يفطر الصباح وما يفطرش في القايله خاطر هما مش مخلصين الاوتيل. ما فماش ديفريمون اللي هي عمرها ما صارت معناها. تخدم انت في بي اف تعاون في اصحابك تلقى ديفريمون. يعني التلفزه الوطنيه ولات عباره على مقاول يوزع في الخدمه على البنيه. يجي انت برودكتور يعطيني الاوفر بتاعك، ياخذ يقول له نعطي انا مليار، انا مليار نصرفه على المسلسل، يقول له مليار ونص، اي نعطيه اللي يصرف مليار. هذا اقل، هذا خير، هذا ما فماش احترام للفنان. ما فماش احترام. برودكتور معناها سامحني منظر، اسكو ما فماش احترام للفنانين الكل، ولا سياسه الكيل بمكيالين هي سيده الموقف؟